ما شاء الله يا بابا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا بابا، ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك حبيبي، حبيب بابا، بابا يا بابا، يا بابا يا حبيبي، خليك عندك يا بابا. لا 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 لا، يا ساتر عليك، يا ساتر عليك، يا ساتر، الله يحفظك يا حبيبي، يا حبيب بابا، يا حبيب بابا، يا حبيب بابا، يا حبيب بابا، يا بابا، بابا حبيبي، حبيب بابا، ما شاء الله. كده اليوم بلغت العام وأكثر من العام، عام الميلادي بلغته حبيبي، حبيب بابا، حبيب بابا، حبيب بابا، حبيب بابا، أنا عمري ما شاء الله، ما شاء الله، الله يحفظك، ما شاء الله، الله يحفظك بابا، حبيبي، حبيب بابا، عمودي، قل لهم أوصيكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، قل لهم أوصيكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، أوصيكم الاشتراك في القناة، أوصيكم الاشتراك في القناة. كم بلغ عمرك اليوم؟ بلغ عمرك عام بالميلادي ويوم. أمس كان مثل أمس كان يوم ميلادي، مثل أمس، ولا الهجري سنة عام ما شاء الله. تنام يا بابا، ليش من الذي يعلمك؟ من الذي يعلمك الحركة؟ من الذي يعلمك؟ من الذي علمك؟ أبطب. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة التي يحبها، الصورة هذه يحبها. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بابا حبيبي، بابا حبيبي، يعني بين الميلادي والهجري في كل عام 12 يوم، في كل عام 12 يوم، وقيل في كل خمس أو 4 سنوات يزداد الميلادي يكون زائد على الهجري 13 يوم، قيل كذا، والله أعلم. لكن أنا بحث على الآن بين الميلادي والهجري 12 عام، يعني 12 يوم. بابا يا حبيبي، بابا يا حبيبي، بابا ماذا تريد يا بابا؟ لبستك الجديد، أمس أخذنا للحديثة أو قبل أمس أخذنا للحديثة ولعب وعملت له مقاطع، إن شاء الله سأنزلها لكم، سأنزل لكم المقاطع، سأنزل لكم المقاطع. بابا حمودي، يا حمودي، قل لهم أوصيكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أوصي جميع المتابعين الذي عنده أولاد أو الذي عندها أولاد أن تكون تحصلهم بالأذكار الصباحية والمسائية. اقرأوا على أولادكم الأذكار الصباحية والمسائية، فإنها تحفظ الولد. الله تعالى هو الحافظ، لكن الأذكار يعني سبب في حفظ، وتستطيع يعني يستطيع أي شخص يقرأ الأذكار الصباحية وهو يرقي على ولده، يستطيع يرقي على ولده، طبعا إن شاء الله يا أخوان سأرسل لكم المقاطع التي سوت الحديثة ثم أرجع أجيب لكم السبعة.
بابا بابا أنا بابا 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 زياد وين زياد؟ حمودي محمد 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 وين زياد؟ وين زياد؟ وين زياد؟ وين زياد يا بابا؟ وين زياد؟ لا بابا 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 حمودي وين زياد؟ حمودي حمودي محمد 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 حمودي حمودي تعال 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 أنا في دوك يا بابا أنا في دوك يا بابا يا حبيبي طبعا يا أخوان أتمنى تشاركوا المقطع وتشاركوا قناتنا نسأل الله أن يجمعنا بكم ووالدينا وإخواننا في الفردوس الأعلى. طبعا أنا كنت أريد أعمل له احتفال بمناسبة أنه بلغ العام وهو معنا. ليس عيد ميلاد وإنما يعني احتفال يعني كذا. الله يا بابا ماذا تريد تروح عند الكاميرا؟ تريد تروح عند الكاميرا؟ طيب يا بابا طيب يا ساتر. يلا كان استودعكم الله يا اخوان. نلتقي في مقاطع التصل بصوت ابو حبيبه وبعدها اجيب لكم القصه. مع السلامه. ما اطول عليكم. استودعكم الله. يلا تعال يا بابا تعال يا فجاع يا بابا حضر كده. بابا حمودي بابا ها أصل مش زيادة. بابا حمودي يا بابا بابا حمودي بابا الله خرجني كالحديقة اليوم تلعب ما شاء الله أنا في البلد خبر حقيقي. ما شاء الله حمودي خلاص خلاص خلوا البنات. بابا حمودي يلا ما شاء الله بابا حمودي يلا حمودي ما شاء الله يلا العب كذا العب حمودي يلا العب حمودي يا بابا تبي تقشر. لماذا تقشر كذا؟ حمودي
طبعا يا أخوان، هذه القصة حصلت في الكويت، وفي واحد يعني في الكويت يعني تواصلوا معه بالجوال، يعني عبر الاتصال، يعني الجوالات، اللي هو يعني كان ضابط في الشرطة أو في أحد في البحث أو في المحكمة، الله أعلم فيه. فتواصلوا معه قالوا له تعال يعني خذ هذا المسجون إلى المكان الفلاني. فعندما جاء أخذ وشاب يعني لديه شنب، والولد هذا يعني مستقر، يعني فيه برود زيادة. فقالوا له أخذوا السجن المركزي. فعندما أخذوا بالسيارة، طلع بالدورية. طبعا الدورية مسكر عليها، مشبكة، ما يستطيع يخرج منها. قال والشاب هذا بارد، يعني لا بعد الحدود، ما في، يعني لا يتكلم، لا يتحرك، لا قال ففتحت على الملف حقه، يجي على قضية إعدام، محكوم عليه بالإعدام. لماذا؟ قال يعني ذابح له واحد. قال فاستغربت من برود هذا الشاب، استغربت ورحمت لحاله. الضابط يقول إنه رحم لحاله، سوق الدوري. فعندما لاحظ يعني عرفت يعني قلنا له ايش قضيتك أنت يا فلان؟ قال فعندما سألته قلنا له أي حاجة، ماذا تحتاج؟ اعتبرنا أخوان، أي حاجة تحتاج كلمني الآن قبل ما نأخذك إلى السجن، لأنه السجن يعني عارف إنه يعني لا يحتاج شيء من البقاء، لا يحتاج شيء من أي مكان ما يجيبوا له. لكن هذا قال له اعتبرني مثل أخيك، أي حاجة تحتاجها كلمني. قال ولا أحتاج شيء. قال فأخذته، عملت له يعني بسطه، هو وسط الدورية وأنا بالله أسوق الدورية، فطوفته على الكويت كاملة، لكي يعني يشوف قد آخر أيام، وقد حكم بالإعدام، طلع حكمه بالإعدام، وقد إعدامه يمكن يعني بعد 3-4 أيام كذا، بالأسبوع بالكثير. قال لفيت له هذا، قلنا له شوف وناظر، هذه الكويت هذه يعني ممكن يعني ما عادك شايفها، وفعلا ما عادك شايفها. قال له أريدك تكلمني بقصتك. الضابط يكلم الشاب وبارد، قال ما شفت مثل البرود حقه هذا. قال بعض الناس عندما تأخذه يعني يبسق، يعني يمزق ثيابه، يصيح، محكوم عليه بالإعدام، لكن هذا الشاب لا. قال قلت له يعني ما هي قضيتك؟ ما هي قضيتك؟ قال قضيتي ذابح لي واحد، وأتمنى يعني لو كان موجود كنت بذبحه، يعني ما أنا زعلان من إني ذبحته. قال لو كان موجود، حتى لو بذبحه، لو عاد بذبحه حتى لو ذبحه، يعني مقتنع إنه ذبح هذا الشخص، وما هو زعلان إنه ذبحه، ولا زعلان إنه فعل شيء يعني منكر. طبعا الأمر يعني قتل، فيعني ما يستهان به، لكن الشخص احنا ما نشجع على هذا العمل، لكن يعني تصرف يعني شاب طايش. قال له لماذا ذبحته؟ قال له كان لي بنت عم، وأنا أحبها وهي تحبني. طبعا أنا من العراق لكن عايش بالكويت، وبنت عمي هذه يعني وعمي من العراق لكن عايشين بالكويت. قال كلمت عمي، قلنا له يا فلان يا عم، أنا أريد بنتك على سنة الله ورسوله. قال له طيب. كلمته، يعني جيت الأمر يعني ما نخفيت، يعني وأنا عارف إنه يعني هي تحبني وأنا أحبها. قال له طيب تم. قال له نريد الزواج. قال له طيب الذي يناسبك أو يناسبك. قال فمرت يعني جلست كذا فترة، فجاء سمعت كلام إن في واحد جاي يخطب بنت عمي،
من هو هذا الشخص؟ قالوا رجل عنده مال وعنده وصلني كلام إنه يعني في شخص جاي يخاطب بنت عمي. قال فأخذت نفسي ورحت طوال إلى المكان الذي ساكن فيه عمي ورحت للبيت. قال أول ما وصلت والشخص هذا موجود كان معهم. قال فالسلام عليكم. عليكم السلام. موش عندك أنت؟ قال عمي هذا جاي عندنا زيارة. قال له اسكهلك من الكلام هذا، أنا عارف السالفة كاملة. قال له ايش؟ قالوا وتبين لي أنه الشخص هذا الذي عنده مال قال إنه يعني عندما جاء كلم عمي قال له يعني أنا اسمه جاي خاطب بنتك. قال له لكن اخطبها وخذها وروح من عندي، لا تجلس عندي. قال له لماذا؟ قال له لأنه في كلام على كذا وكذا وكذا، أريدك تروح من المكان هذا، ما تأخذها وتروح. قال الشاب هذا قال أنا ما أنا عارف منين هو الشخص هذا الذي جاء خاطب بنت عمي، ما أنا عارف يعني هل هو عراقي هل هو كويتي هل هو الله أعلم، لكن ما أنا زعلان عليه بالرغم أني ما أعرفه ولا يعرفني هو، حتى هو ما يعرفني. قال فتكلم هو قال له سأخذها. قال أول ما وصلت أنا اتضح لي هذا الكلام الأخير إنه عمي تكلموا بالكلام هذا. قال فقلنا له يا فلان يا شيخ اسكهلك بنت عمي أنا أحبها وهي تحبني ونتزوج على بعض وشوف لك أنت بنت غيرها والبنات كثير. قال له لا ما أتزوجها إلا هي. الشاب هذا يعني عنده فلوس لا ومصمم إنه يعني يفكر إنه فوق الكل. قال له اسكهلك. قال له لو فعلت قال له بتشوف شيء ما يرضيك. قال له أنا بأخطبها وافعل الذي براسك، أنا سأتزوجها والذي براسك فعله. قال له طيب. قال فصبرت له ما يعني غدا متفقين يجي أخذها وراح. صبرت له يوم كده وقال كان يشتي يأخذها ويريد يأخذها وأنا ذبحته وما أنا زعلان عادي. أهم شيء إنه ما أخذها قدامي حتى لو ذبحوني عادي ما عندي مشكلة. قال فاستغربت من تصرف الشاب هذا. الضابط يحكي الكلام هذا. قال فاستغربت من تصرف هذا الشاب ومن كلامه كأنه واثق من نفسه ما هو زعلان ولا كأنه فعل شيء ولا كأنه فعل شيء يرضي الله ورسوله. من خلال كلامه ومن خلال فهمه للحياة إنه فعل شيء يعني يستحق التكريم عليه. قال بعد ما ذبحته رحت إلى الشرطة وسلمت نفسي. قلنا لهم لا تعبوا أنفسكم ولا حاجة، أنا أسلم نفسي ولا كأنه حصل شيء. قال فبعد أيام من هذه الفترة قال بعد ما رجعت الضابط يقول بعد ما رجعت للسجن رحت أنا في حالي والقضية يعني قضية حرب الخليج عندما دخل صدام إلى الكويت حصلت بعدها بأيام. وذهب كل واحد ذهب له في حاله وراح. قال فمرت السنين وعشت فترة من الزمان ويوم من الأيام زرت البصرة. الضابط هذا يتكلم يقول زرت البصرة. قال فإذا أنا بالبصرة جالس كذا ولي صبيت القهوة وجالس قالوا في واحد لي يناظر علي ناظر. كل ما التفت إليه وهو يناظر، كل ما التفت واللي نظري كذا وكذا ورد التفت إليه وهو يناظر علي. قال فاستغربت من نظرة هذا الشخص. فقال فجاءني قال لي يتكلم أنا وياه يتكلم معي كيف أنت كيف حالك أنت شكلك مو من البصرة. قال له نعم لا أنا مو من البصرة عبر سبيل. قال له أنت من الكويت؟ قال له أنا من الكويت. قال له حياك الله أهلنا أصحاب الكويت وأصحابنا ضروري تتفضل معي اليوم هذه. قال له لا أكرمك الله وجزاك الله خير. قال طبعا الراجل ما أعرفه ولا عمري شفته. قال فشرب معه قهوة. قال له
أنت من الكويت، كنت ضابط بالكويت، عسكري بالكويت زمان؟ قال له نعم كنت عسكري بالكويت والحين الحمد لله. قال له كنت سواق دورية؟ قال له نعم. قال له حياك الله. قال له من أنت؟ أنا ما أعرفك. قال له لا والله إنك تعرفني. قال له لا طبعا ما أعرفك. قال له إلا تعرفني وحق المعرفة، تعرفني زيادة. قال له من أنت؟ قال له تعرف الذي طوفت بالكويت زمان بالتسعينات. قال له من؟ أنا ما أتذكر. قال له العراقي الذي قلت له شهد وكبر، يعني كنت تدخل حبل المشنقة. قال له أتذكر أنه الشخص هذا الذي كانوا يعدموه. قال كيف سويت كيف؟ قال له جاءت حرب الكويت ففكوا، يعني جاءت حرب صدام حسين عندما دخل الكويت فك المسجونين وافتك السجن وخرج كل المسجونين وأنا خرجت معهم. قال له سبحان الله. قال له هو كيف فعلت وبنت عمك كيف؟ قال هي التي طابخ لك العشاء. إنما عزموا للبيت وضيفوا وعشوا بالله. قال له هي الذي طابخت لك العشاء. شوف القدر، خرج من السجن وتزوج بنت عمه. نحن لا نشجع بهذا الأمر، القتل مصيبة، من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أعوذ بالله. يعني بعدين الإعدام هذا في الدنيا، هذه حق ولي الدم، ما هي حق المقتول له عذاب، يعني لها حساب آخر، والعياذ بالله. ونسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله أن ينصر أخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة، والذي لم يتزوج يرزقها الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، ويصلحنا ويصلح نساءنا ويرزقنا الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن ينصر أخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض، ويوحد كلمة المسلمين بتوحيد كتاب الله وسنة رسول الله. وجزاكم الله خير، واعذروني على الإطالة. وأتمنى الذي عنده قصة يرسل لي عبر رقمي في صندوق الوصف، يرسل لي رسالة صوتية أو رسالة كتابة، وعلى ما كلمتكم، يعني ما يحتاج يعني تقول السلام عليكم وبعدين أزيد عليكم السلام. يرسل الرسالة طوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدها يرسل الرسالة وأنا سأقرأها وأنشرها كما جبتها. وجزاكم الله خير، واعذروني على الإطالة.